اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيتكم اليوم بفيديو ياسر باهي وياسر يعجبكم وياسر اقتصادي. والحويجة ذي هي اصلا طيب جارية في الشتاء، بالخضرة. برشا ناس ما عادش يحبوها، لا كبارنا ولا صغارنا، وديما ما نتكبروش على نعمة ربي. وبرشا ناس ما عادش تحضرها في الصيف، ولو كي يتوحشوها هكا ويشتهوها يشروها من الحانوت. انا اليوم شي نجيكم هكا بفيديو ياسر حلو ويعجبكم. الزيت هذاك زيت زيت بلدي، زيت بلدي بكر نقولوا احنا زيت زيتونة. آم، معنى زيت زيتونة بكر مكتوب عليه ممتاز. لتر ب15 دينار. اللي ما يقدرش هكا يشري زيت بالبرشا من الطاحونة، ما قلت من الطاحونة، من المعصرة، هكا يمشي يشري يترك كيما ذيك كتوفى يعمل الله دليل. هو الزيت القديم تاع مناول زيت زيتونة عند الفلاحين يبيعوا فيه ب17,000 وب18,000، وذي زيت جديد بكر ب15 دينار من المغازات. هيا حسيلو نبداو فيديونا. حضرت السلق المعدنوس، البصل، عندي نص صدر قصيته طروف كبار شوية كيما قاعدين تشوفوا. جبت هكا الشقيلة، حطيت ملح فلفل مرحي فلفل أكحل كركم، صبيت شوية زيت زيتونة باش نكهو عاد الفطور. أنا اليوم قمت مخر شوية أخي، قلت برا نرد الفطور وبعدين نطيب القهوة. هوني معاكم حسيل ولا هاكم معايا في الفيديو. هيا خلطتك طرف الدجاج بالفحات، حطيتك السلق المعدنوس والبصل، قصيت سلق كبير شوية باش ما يذوبليش معنا في التفوير. وعندي تقريبا غرفة ونص طماطم، أوكا حطيتهم وشللت بنكتة ماء أكل الحكة صبيتها. وهاكا خذيتك السلق والمعدنوس والدجاج واللفاحات والبصل كلها هاكا كيما تشوفوا فيا، نقولوا نرفسوا فيهم على بعضهم هكاك العبارة. مثلا نذبل فيهم نقولوا احنا مني نخلط فيهم مني نذبل فيهم. هذوكم زوز كيسان محمص، اليوم وصفتنا محمص. قلت عاد قبل الناس الكل تاكل محمص بالخضرة والمحمص الجاري في الشتاء، صغارنا ما عادوش ياكلوا، برشا من كبارنا ما عادوش ياكلوا، لا تقول عليهم كلاو منها كلاو نهار المحمص بالخضرة. انا الوصفة ذي والله ديما نطيبها نسيتها مشيت من بالي، وانا عندي سلق بصل ومعدنوس في الفريجيدير، وسلق بصل ومعدنوس هي. يا اخي قلت اي برا نعمل لكم المحمص، مني انا تفكرته، مني حتى انا صغاري ما ياكلوش الجيري كيما ديما نحكي لكم. قلت برا نمشي نعملهم فوري، هاكا فلفلتهم بالكدا بالكدا وزوزتهم مليح باش تطلع كل لقمه بنينه تشره. شنو رايكم انتم تتفرجوا بركه شي يعمل الكيف هكا ولا لا؟ قلت لكم بعد انا قمت ماخر ما بديتش بالقهوه، رغم اللي انا دوبا نحل عيني نحب نشرب قهوه. ما عادش بكري قلت برمشي نحضر اكل محمص ونريقل ونحطه هو يفور ونطيب قهوة على راحتي. اليوم عاد ما نمشي نطيب قهوة عربي معناها بالزازوة. الكافيتيري ذي شريتها لي بنتي عندها عامين وقتها في عيد ميلادي، طيبت فيها مرة واحدة هكا، وانا نعمل في دورة في الماعون وفي الليمون والكل. تي قلت علاش تويك انا البن مقطوع وانا البن ذي عندي منه زوز باكوات. قلت برا مني نبدل المطعم تاع القهوة مني نستغلها. والله يا البنات هي بالحليب لما حالة ياسر بنينة، وانا القهوة متاع زازة ولا توجعلي شوية معدتي الحقيقة. هاكا عبيتها بالحليب من لوطة مش بالماء، شفتوني. وحطيتك البن هذاك قلت لكم عندي زوز باكوات قلت برا نستغلهم، وحطيتها باش باش نعمل قهوتي عاد. جبتك تبيق كيما تعرفوا باش نحضر القهوة. اكل السكريه ذيك ولا البونبونيير نقولوا نحن هي فيها سكر الحقيقه توابع، او كان عندي عقاب سكر توابع واحد، ولا حتى الحويجه ياكلها مش بنينه برشا في الحلاوه على خاطر ما عندوش سكر. اليوم بعثني شي في السكر اعطاني رطل العطار الحمد لله. هكا هذيك كعيبه ياغورت. وهنا هاني اكل خبز الكشكاره اللي وريته لكم من الاول،
اوكا عاودت وصيت عليه وعاودوا جابوا لي 3 كعيبات، اوكا انقصت فيهم بالطرف. المرة ذي قلت لهم تشبيل الخبز مش كيما المرة الأخرى باقيت عادية الشكل نحكي، قالوا ذي منكوشة أخرى. أما الخبز المرة ذي أبن من المرة الأخرى الحقيقة الطري معنا مش يابسة كي الباقيت تاع الجمعة الأخرى ولا الباقيت العادية متاع الحانوت. هاكا قصيت 3 طرونشات حطيتهم هاكا فك الصحيفة، وهاو هنا فورت قهوتنا وطابت. حطيت أنا 3 مغارف قلت لكم البن ذاك ومع الحليب، بنينة 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 على الآخر، رغم اللي أنا كنت قبل نطيبها من غير حليب. قلت لكم عاد حشيكم ما توجع فيها شوية، هاوكا حبيتها المرة ذي هكا والله، وندمت اللي ما كنتش نطيبها كيما هكا، ندمت خاطر نشي باكو حليب فماش شكون يشرب حليب، وانا كي نتوحشوا هكا ناخو مرة نطيب قهوة والباقي يقعد 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 في الاخر، اما نلوحو يقراص ولا نشربوا للقطوصة. خاطر انا حتى الصغار اللي عندي ما يشربوش حليب، وبالطبيعة ماهمش ديما هنا كيما تعرفوا الصغار اللي يخدموا يقوموا يجريوا بكري يحبوا يشربوا قهوة لبرا. كان في الخدمة كان بالنسبة لولدي في الكافيتيريا هيا حسيلو، أو أنا صبيتك القهيوة بنينة تشره بنينة تهبل، نعدي فيها بك شوية خبز كنت نصب شوية زيت، بعد قلت لي أنا نحب نطعم القهوة والخبز الكومبلي طري وبنين طري هذاك اللي يعجبني فيه برشا. وين نشرب القهوة وين هاو كان يتفقد في المرة دي بركة كان يتفقدتها قدامكم. ومرة عملت لايف وعملت رز مفور وقتها، وقلت لكم راهو الكليكراه بتاع التركي ذوكم الاتراك اللي يدوروا في الحوم ويبيعوا في المعون الجرانيت، شريت من عندهم ودوبا طاح الكسكاس مش بالعين يتعوج، رصات لي نعم في قفيلة في كل مرة وما طلعش كاليتي باهية الجرانيت زادة. انا ذي نصيحة نحب نقولها خاطر مش رخيصة توما، واللي يحب يشري ديما من الحوانت وبالجرانتي. شوفوا كل محمص ما شاء الله كعيبة 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 كل كعبة وحدها طاب حسيله. ما انا طيبت القهوة وبديت نشرب القهوة اللي هو طاب، وبالطبيعة يلزم يكون مغطي الكسكاس كيما طيب الرز بالضبط. ان الحوايج اللي صغاري ما تاكلهمش في الجاري وليد ديما نبدل لهم طريقة الطبخ باش يوليو يشتهاوهم وياكلوهم، وهو ديما نخدموا مخاخنا. والله تلقاوني مازلت راقدة وانا نخمم شنية اليوم الوصفة اللي باش نهديها لكم زادة ونقدمها لكم والصغاري وليا زادة، ونحب ديما طريقة مختلفة شوية يعني باش العبد هكا ديما يبدا يشهي في روحه ويبدا يتشهى. سبحان الله يا اخي ذكاو واحد يخلق من روحه. وديما نقول لكم دابا تو عندنا الخضرة وفي كل موسم نستغل الموسم بالكدا بالكدا. هنا راهو طابت لي الوصفة الدبارة طابل محمص اوكا وخرته للكانون التايلاني بتاع الغاز، وحطيت نقلي في 4 قرينات فلفل. بالطبيعة ما نجموش ناكله من غير فلفل مقلي. مرحبا بالناس الكل اللي دخلوا جدد للقناة، مرحبا بيكم شرفتوني انستوني يعطيكم الصحة. اما الحقيقة الفيديو هذايا اللي تعدر وما ما عجبنيش برشا الفي فيه الفيو، نحكي على الفيو على المشاهدة مش برشا واللايك كيف كيف. المرأة الأخرى زوز الفيديو اللي قبل سنين اللي تعدى عملت 3200 ولا 3100 في مشاهدة، يعني معناها تقريبا كل واحد عمل لايك. معناها كان كل واحد جاي يتفرج يعمل لايك راي القناة طار تيران ويراهم الفيديوهات طاروا زيادة اما الغالب انا قلت لكم برشا مرات وديما نقول لكم بالله ما تنساوش الابوني واللايك والكومنتير. انتم ما تتفرجوا ما تحبوش تعملوا ابوني ولا ما تحبوش تعملوا لايك هذاك كل حد حر. انا هاكا نعمل في اللي يلزمني نعمله وانتم احرار، واللي دخل يتفرج وعمل ابوني يعطيه الف صحة، واللي يعمل لايك لكل فيديو يتفرج عليه بارك الله فيك وشكرا لك.
او هنايا عاد بديت نعبي في التباسي المحمص كعيبه كعيبه بنين يهبل، راهي الريحه فايحه، حتى اللي يبدا داخل هكا يشم تقول عليها تعمل في رز جربي ولا تعمل في طيب في دواره. صدقوني والله بجد تقول عليني طيب في دواره الريحه. وشفتوا ما حطيتش راني ما نتسميش حطيت برشا محمص، وبالرغم من ذاك كالعاده يذبل لك السلق والمعدنوس والبسل، ورغم اللي قلت لكم السلق قصيته خشين برشا معناتها باش ما نحبوش يذوب. وبالطبيعه زك الماء نتاع السلق هو زاد يعاون المحمص على الطياب مع البخار مع الكسكاس مغطي. نودكم ولا نشهيكم حتى اللي ما عندوش محمص دياري انا عملته في الدار، حتى اللي ما عندوش محمص دياري امشي واشريه من العطار، اشريه اللي مكتوب عليه الباكو محمصه مزلوقه، محمصه مزلوقه، ما تشريوش المقصوص قصان كي المقارونه، الاسم محمصه مزلوقه. يطلع لكم نفس المطعم هذايا اللي احنا عاملينه في الدار. شنو رايكم في الوصفه اليوم؟ عجبتكمش؟ او كان نستغلوا اللي في الفريجيدير ونبدلوا المطعم. وقلت لكم عاده وصغارنا اللي ما يحبوش ياكلوا الجيري او كبارنا زاده هاو تو هكاك يوليو يحبوها ويشتهيوها. وهو المحمص بركه هو حتى مطعم ويتبدل. شوف نوري فيكم نعاود في الخبز راهو طري راهو بنين راهو يهبل مبنو على الاخر. انا نقول لكم بنين يهبل المحمص صدقوني والله عليه القيمه تعمل 66 كيف. ان شاء الله عجبتكم الدبارة اليوم، وان شاء الله الفيديو ينال رضاكم، وان شاء الله ما طولتش عليكم. وحتى كان طولت عليكم شويه 12 دقيقه و38 سكوند مش برشا قدام وصفه كيما هذه. حسيلو هاو قعدت نفطر معاكم ونعدي فك الخبز بالفلفل المقلي ونودكم ولا نشهيكم. هيا نتمنى حسيلو ان شاء الله تشتركوا في القناه اللي مش مشترك، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. واللي يحب يقول لي حويجه يكتب لي كومنتير. وبارك الله فيكم الناس الكل، وما تنسوش اللايك. شكرا لكم وجزاكم الله كل خير. بالسلامه وباي باي، ان شاء الله في فيديو واحد اخر.